ايوه هيك. الحمد لله اليوم لعبنا على النصف النهائي ضد فريق وادي السير. ما شاء الله الشباب ما قصروا، كلهم أعطوا اللي عندهم والحمد لله تأهلنا على النهائي. صراحة بطولة رائعة، تنظيم رائع. نشكر المنظمين على هاي البطولة والداعمين كمان للبطولة. إن شاء الله دائما هاي البطولات تتكرر دائما نادي الجيل، يعني استفقدناها صراحة، من زمان ما صار في بطولة، ويعني نتأمل إن شاء الله النهائي يكون نهائي ممتع للجميع، وإن شاء الله ناخذ البطولة ويعطيكم ألف عافية. عندنا اليوم مباراة نصف نهائي إن شاء الله بنفوز فيها، وبنحب نشكر اللجنة والمنظمين، والله يعطيكم ألف عافية يا رب. واصلين نصف نهائي أو ربع نهائي، فايزين 2-0 وإن شاء الله نوصل النهائي بكرة. الليلة عندنا كان المباراة النصف النهائي، بدهم يتأهلوا للمباراة النهائية بكرة إن شاء الله. مباريات كانت حامية جدا، أثبتوا الشباب أنهم عندهم لياقة بدنية عالية، وروح المنافسة كانت روح رياضية عالية جدا. الحمد لله قاربت البطولة كلها على الانتهاء، تنظيم رائع وما حدثت أي مشاكل ولا أي مشاحنات تذكر، وصفوا على النهائي أقوى فريقين. هلا ببين معنا الفريق الآخر، الفريق قبل شوي الفريق الأديجي كان اللي بده يلعب على المباراة تبعت بكرة، وهلا ببين معنا الفريق الآخر اللي بده يلعب مع الفريق الأديجي بكرة. وموعدنا بكرة الساعة 8 على النهائي إن شاء الله، ونتمنى التوفيق. عضو قديم بالنادي وأنا باجي بتابع المباريات دائما، وشيء مفخرة انه اللي بنشوفه دائما في عندنا انشطه بنادي الجيل، الله يكثر خيرهم. دائما في انشطه للشباب وانشطه رياضيه، كل سنه في نشاط مميز، وفي يعني في اقبال جيد من الجميع. لازم دائما نعرف انه احنا مجتمع كنا من اوائل الناس اللي ادخلوا الرياضات الى الاردن. لازم احنا نضل نتابع عليه، شبابنا نشجعهم على الرياضه، لانه الرياضه بالإضافة للصحة هي بتعطي أخلاق وأخلاقيات في الحياة اليومية بيستفيد منها الواحد طول حياته. تاريخيا كانوا شبابنا وبناتنا هم أكثر ناس مبدعين بالمجال الرياضي بالأردن. للأسف الشديد الآن يمكن تغيرت اهتمامات الشباب شوي. طبعا أنا بشجع الكل إنه يلعب الرياضة بكافة أنواعها، كرة قدم، كرة سلة، كرة يد، الألعاب الفردية، سواء ألعاب الدفاع عن النفس أو الألعاب اللي بتنس الطاولة، بألعاب المضرب، إيش ما كان يكون. بالإضافة للأنشطة الثانية اللي هم مهتمين فيها، يعني ساعة أو ساعتين باليوم من التفرغ الرياضي أو ممارسة الرياضة ما بتضر أي واحد. بالآخر أنا بشكر نادي الجير، وبشكر راعي البطولة السيد طارق جيكات، وبشكر كل القائمين عليها، وبشكر طبعا الأخوة أديجا تيفي شو. شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.